استعاد الدولي المغربي سفيان بوفال مهاجم نادي الريان القطري حسته الإبداعية بعد عودته إلى التباري من جديد ضمن منافسات الدوري المحلي بعد غياب اضطراري أملاه الإصابة العضلية التي تعرض لها منذ فترة أبعدته مكرها عن المنافسة. ومع اقتراب موعد انطلاق المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، يأمل الدولي بوفال في التواجد مع النخبة الوطنية شهر يونيو المقبل والمشاركة في مباراتي زامبيا والكونغو برازافيل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال المقبل. ولا يختلف اثنان بشأن ما يتوفر عليه الدولي بوفال من إمكانيات تقنية كانت ستضعه ضمن مصاف نجوم كرة القدم العالمية، إلا أن الحظ عانده في ظل معاناته من الإصابة في مراحل هامة وحاسمة من مساره الاحترافي، فضلا عن اختياراته المثيرة للجدل بشأن الأندية التي حمل ألوانها خلال مرحلة توهجه، ما حال دون مساعدته على الظهور بشكل أفضل مقارنة بإمكانياته التقنية العالية. وانطلقت معاناة الدولي بوفال منذ أن كان في عمر 16 ربيعا، حيث شكل قصر قامته سببا في رغبة نادي أونجي الفرنسي في التخلي عن خدماته، إلا أن مدرب الفريق الرديف نجح في إقناع المسؤولين بالتريث والاحتفاظ به. وسرعان ما استعاد الدولي المغربي طوله الطبيعي مع بلوغه سن 19 عاما، وعرف بمهاراته ومراوغاته التي ميزته عن باقي مهاجمي الفئات الصغرى للنادي الفرنسي. وشكلت لعنة الإصابات التي لاحقت الدولي بوفال خلال تجربته الاحترافية سواء مع نادي أونجي الأول ومن بعده نادي ليل الفرنسي أكبر عائق لإظهار مزيد من التألق في الدوري الفرنسي بقسميه الأول والثاني قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي. إذ على الرغم من ذلك نجح الدولي المغربي في كسب رسميته سريعا رفقة أونجيه، وبفضل مهاراته انتقل سريعا إلى ليل الفرنسي بعدما توج بلقب أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، ما أثار انتباه مجموعة من الأندية الإنجليزية بخدماته، واعتبرت صفقة انتقاله إلى نادي ساوثهامبتون الإنجليزي صيف 2016 بمجموع 25 مليون يورو الأغلى في تاريخ النادي، إلا أن آثار الإصابة التي عانى منها على مستوى الركبة رفقة ليل الفرنسي حرمته من الظهور بقوة في أولى مباريات النادي الإنجليزي، وأربكت انطلاقة مساره في دوري البريمير ليج. وسرعان ما خرج الدولي بوفال من حسابات ناديه الإنجليزي بسبب الغيابات الاضطرارية المتكررة، حيث انتقل معارا إلى الدوري الإسباني من بوابة نادي سيلتا فييكو لمدة عام واحد. تمكن خلاله من الحصول على لقب أفضل مراوغ في الليكا بعدما استعاد مؤهلاته التقنية العالية، ثم عاد من جديد لتعزيز هجوم ناديه ساوثهامبتون الإنجليزي، إلا أنه سرعان ما غادره من جديد بعد أن قضى معه قرابة شهرين فقط إثر تعرضه لإصابة قوية، حيث فضل العودة إلى نقطة الصفر والتحق بناديه الأم أونجيي الفرنسي في صفقة انتقال حر شهر أكتوبر 2020 بعقد يمتد ل4 سنوات، أملا في استعادة توازنه وثقته في مؤهلاته. ولن تقتصر معاناة بوفال من الإصابة على مستوى الأندية التي حمل ألوانها، بل تجاوز الأمر ليؤثر على مساره الدولي، وتحديدا عندما وجهت له أول دعوة الدخول في معسكر إعدادي للمنتخب المغربي الأول تحت قيادة المدرب بادو زاكي للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا نسخة 2015، بعد أن تعذر عليه في وقت سابق تلبية دعوة المشاركة رفقة المنتخب الأولمبي في دوري ودي خارجي تحت إشراف المدرب حسن بن عبيش، وحرمته الإصابة من الحضور والمشاركة في معسكر الأسود. وبعد تولي الفرنسي هيرفي رونار مهمة تدريب المنتخب المغربي، سارع إلى المناداة عليه بحكم معرفته الدقيقة بقدرات اللاعب بوفال عندما أشرف على تدريبه في نادي ليل الفرنسي، وخاض أول مباراة له بقميص المنتخب المغربي ضد منتخب الرأس الأخضر في تصفيات كأس إفريقيا، إلا أن الإصابة عكرت من جديد صفو علاقته بالأسود، وغاب مكرها عن عدد من المعسكرات الإعدادية، بل وتسببت في غيابه عن مونديال روسيا قبل أن يحظى بشرف المشاركة في كأس إفريقيا للأمم نسخة مصر، حيث لعب 3 مباريات عن دور المجموعات قبل أن يقصى المنتخب المغربي ضد البنين. وتزامنت عودة بوفال إلى نادي أونجي الفرنسي مع إشراف البوسني وحيد خليلوزيتش مهمة الإشراف على المنتخب المغربي خلفا للفرنسي رونار، وحظي بثقة أكثر من المدرب الجديد
حيث شارك في تصفيات كأس العالم 2022 وسجل أول أهدافه مع الأسود ضد منتخب الغيني شهر أكتوبر 2021. كما شارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون التي أقصي خلالها المنتخب المغربي في دور الربع ضد نظيره المصري. كما قدم مستويات تقنية عالية ساهمت في ضمان المنتخب المغربي مشاركته في مونديال قطر وبلوغه المربع الذهبي العالمي رفقة المدرب وليد إليكراكي. وشكل التألق الملفت للدولي بوفال في مونديال قطر نقطة فاصلة في مساره الاحترافي، حيث نجح في رد الاعتبار لنفسه بعد أن طالته الانتقادات في وقت سابق بسبب مردوده المتذبذب سواء على مستوى الأندية أو المنتخب المغربي، كونه يبالغ في الاحتفاظ بالكرة ويفتقد للمسة الأخيرة. وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الدولي المغربي بات قريبا من العودة إلى أقوى الدوريات الأوروبية، إلا أنه فاجأهم بالتحول إلى الدوري القطري وحمل قميص نادي الريان. إلا أن لعنة الإصابة التي لاحقته من جديد أثرت على مردوده التقني في تجربته الجديدة، وظل الناخب المغربي متشبثا به ومؤمنا بقدرته على تقديم الإضافة، حيث ضمه إلى قائمة الأسود في نهائيات كأس إفريقيا الماضية في ساحل العاج على الرغم من إصابته العضلية، واستعجل عودته ليشارك في مباراة زامبيا في ختام دور المجموعات قبل أن يغيب من جديد إثر تعرضه للإصابة من جديد خلال إحدى الحصص الإعدادية، ثم غاب عن المعسكر الإعدادي لشهر مارس الماضي في انتظار عودته مجددا إلى عرين الأسود شهر يونيو المقبل. هذا وكشف بوفال في حوار أجراه مع قناة بين سبورت القطرية أن طفولته الصعبة رفقة أسرته في فرنسا والتحاق والدته بالعمل في وقت مبكر من كل يوم ولد لديه رغبة جامحة في ركوب أمواج التحدي، أملا في توفير الراحة لوالدته وتعويضها عن كل التعب الذي عانت منه بسبب عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها. كما تحدث المهاجم المغربي عن فضل أمه في نجاحه الكروي، إذ عند عودته إلى المنزل يجدها قد أعدت طعامه المفضل وجهزت مكان نومه، ما ساعده في مساره المهني، خاصة وأنه حظي برعاية خاصة في المنزل من قبل والدته.